بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مساء الخير عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ كي راكم مع الصحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير ولاباس وهانين. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة تاع شراك مسكر، تجي طرية تذوب في الفم مع الحشو مع السل حتى للقلب، والتدبيرة باه الشراك تاعكم يقعد لكم التسكار طري لمدة 15 يوم. أول حاجة عندنا كيلة تاع زيت، عندي علبة تاع ياغورت طبيعي ولا ذوق فاني ولا ليمون، عندي كيلة تاع سمن دايب ودافي، رشة ملح، رشة خميرة تاع الكاطو، عندنا لافاني، استعملت لافاني تاع نونوكس، وعندي كيلة تاع مزهر، تاني استعملت مزهر نونوكس، ماذا بينا نستعملو مزهر، سمحولي نستعملو مزهر يكون كاليتي شابة. أول حاجة في ريسيبيون حطيت هذاك الياغورت لي ما يكونش بارد، زدت عليه هنايا رشة تاع الملح، نزيد عليه هذيك الكيلة تاع الزيت. هنا الكيلة اللي تبغوا ديروها، انا عطيتكم كيلة تقريبا متوسطة، وزدت هنايا هذاك السمن اللي كنا ذوبناه وخليناه تفا، ونخلط كل شيء بالفوي، نخلطو مليح حتى يتخلط لنا هذاك الياغورت مع السمن ومع الزيت، يولي الخليط كشغل تحسوه بدا يتقال شويه. من بعد درت هنايا مغرف كبيره معمره تاع لافاني باه تجيني لاباط تاعي منكهه هكا، نخلطو كل شيء. ومن بعد عندنا كيلة تاع مزهر، هنا ماذا بينا المزهر تاني ما يكونش بارد، يكون بحرارة المطبخ باه يتخلط لنا مع المكونات الاخرين. خلطو غير هكا بالفوي، ومن بعد نلمو بالفرينه. هنا الفرينه كل وحده والفرينه تاعها لا تشرب ولا ما تشربش، انتي ديري عينك ميزانك. والسر باه تعرفي بلي العجينه تاعك ما خصهاش الفرينه، كي تكوريها ما تلقايش فيها التشققات، تلقايها ليس، هذيك تما ما خصهاش الفرينه. هنا درت الفرينه ودرت رشه صغيره خماره تاع الكاطو، ونبدا نلم في العجينه تاعي. شوفوا الشيرات، هاد لاباط تجي تذوب في الفم وتجي بزاف بنينه وتقعد معاكم الطريه حتى 15 يوم 20 يوم، والشراك تاعكم طري. والحشو كنت ديجا شاركتها معاكم في الفيديوهات القصيره، بصح ما شاركتهاش معاكم هكا في فيديو درت به كاطو ولا. اليوم جات الفرصه باه ندير لكم لافاخس اللي طيب فوق النار، اللي تجي طريه تاع كاوكاو ولا تاع لوز، مالغري طيب وتقعد طريه ومعسله حتى للقلب. شوفوا هنايا راني نلم في العجينه تاعي، هنا تقريبا راني دايره نقولوا 3 كيلات هكاك تاع الفرينه. شوفوا هنا كي كورت العجينه لقيت فيها التشققات، زدت كملت هذيك الفرينه، ونبدا نلم في العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا. هنا نسيو ما نديلكوش العجينه، غير نلموها هكا. وقلت لكم كي تكوروها تلقوها ما دارت لكمش هذوك التشققات، صاي هنا ما خصناش الفرينه. هنا تقريبا دات لي 3 كيلات وشويه تاع الفرينه. وشوفوا لاباط تاعنا. من بعد شندير لاباط هنايا، تبغوا تخلوها تبات، تبغوا تشكلوها، هنا نديرها في بلاستيك غذائي هكا باه ما يضربهاش الهواء، نغلفها بالبلاستيك ونخليها تريح. خلوها تريح واحد ربع ساعه 20 دقيقه، من بعد نعاودو نرجعو لها. نروحو دروك للحشو. هنا نجو للحشو، عندي هنايا 60 غرام تاع ما ومزهر، استعملت المزهر تاع نونوخس. عندي 40 غرام تاع سكر، هنا وريت لكم الكاس وين راه، 40 غرام تاع سكر واحد زوج مغارف، رشه ملح. عندي هنايا مغرف كبيره تاع السمن، وعندي هنايا 120 غرام تاع كاوكاو اللي كنت حمصته وطحنته في المتوسط. وعندي هنايا لافاني ولا ديروا باتاغون تاع اللوز، نفس الطريقه ديروها مع اللوز. اول حاجه هنا في كسرونه نحط هذاك الماء والمزهر، زدت السكر، زدت الرشه تاع الملح، وزدت هذيك المغرف تاع السمن. هنا عطيتها لكم بالمقادير وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. نحط الكسرونه تاعي فوق النار كما راكم تشوفوا، ونبقى نحرك في هذاك السكر والماء والسمن حتى اللي يذوبوا لنا، والنار تكون هاديه بلا ما يتبخر لنا هذاك الماء والمزهر. كي يبدا يغلي هذاك الماء والمزهر ويذوب لنا السكر، نروح نزيد عليه هذيك الكاوكاو اللي كنا حمصناه وطحناه، ونبقى غير نخلط. وهنا ماذا بكم الكسرونه ولا الطاجي اللي طيبوا فيه الحشوه يكون ثقيل. هنا نبقى نخلط في هذيك الحشوه تاعي. شوفوا هنايا راهي كشغل جاريه شويه، تبقاو تخلطوا فيها حتى اللي تشوفوا الكاوكاو تاعكم ولا هذيك العقده تعسلت. دوك تشوفوا القوام كيفاش يرجع، والنار دائما تكون قليله. هذه كامل الاخوات اللي عندهم مشكل مع الحشوه الكاوكاو يبسلهم ولا يجيهم ناشف، ديروا هذه الحشوه. شوفوا هنا كيفاش رجعت لي ثقيله ورجعت بهذا القوام. هنايا نقلعها من فوق النار،
ونروح نفرغها في ريسيبيون واحد اخر، ما نخلوهاش في ديك الكسرونه اللي تكون حاميه. نزيد عليها هنايا مغرف تاع لافاني، طيقوا قلت لكم ديروا باطاغون تاع اللوز، وطيقوا ديروا شويه تاع القرفه اختياري. نخلط هذيك لافاني مع الحشو تاعنا، وزدت عليها هنايا مبشور تاع حبه ليم ولا نص حبه ليم على حسب الكونتيتي تاع الكاوكاو ولا تاع لافاخس اللي درتوها، ونخلط كل شيء. من بعد هنا شندير نغلفها بالبلاستيك ونديرها تبات ليله كامله عاد باه نخدموا بها. هنا لازم نخلوها ليله كامله في الفريجيدير. وقلت لكم نفس الطريقه ديروها مع اللوز. المقادير هادو يخرجوا لكم 14 حبه. هنا بعد اللي ريحت العجينه تاعنا نجي هنايا نوزنها. انا هنا الحبه تاع الشارك ما درتهمش كبار، درتهم متوسطين، صافي درت 35 غرام في الحبه. نشكلها هكا كرات ونحطها في طبسي ونغطيها. نزيد بعد اللي تكوريها خليها تاني تريح باه تعطيك الطوع في الخدمه، هذا مكان. ولا كنتي خليتي العجينه تاعك باتت الغدوه من داك كي توزنيها خدمي بها ديريكتومون. طيقوا ديروا الحبه تاع الشارك تاعكم حتى 40 غرام. هنا نجي لافاخس تاعنا اللي كنا خليناها باتت، شوفوا تلقاوها معسله وتلقاوها طريه ما تخافوش منها. نجي هنايا نوزنها 14 غرام. تبغوا ديروا حتى 16 غرام في الحشو ديروا، بصح 14 غرام هذاك هو الوزن. نشكلها هكا حرابيش ونخليها في الطبسي واجده. دروك نجي طريقه التشكيل. هنايا نرش شويه تاع الفارينه، ماشي حاجه باسكو لاباط ديجا ما تستحقش بزاف الفارينه، تجيكم طريه وتجيكم شابه. تبغوا تحلوها بالحلال ولا تحلوها هكا بيديكم. نحلوها شويه رقيقه باه يجينا التشارك تاعنا مورق. ونشكل الحبه تاع التشارك كيما تعرفوا التشارك دائما كنت ديجا شاركت معاكم شحال من وصفه تاع التشارك. دائما الاطراف نخلوهم رقاق ونخليهم خشان. الحبه تاع التشارك نخليها خشينه في الوسط، ونسقم الحبه تاع التشارك تاعي ونديرها داخل المول هذا باه طيب لنا بهذه الطريقه. يعني باه كي طيب هذاك الحبه تاع التشارك تقعد محافظه على الشكل تاعها، ما يديرلكش هذاك الودنين، ما تجيكش الحبه عوجه، يجوك كاع الحبات كيف كيف. هذه اسرار تاع المبتدئات هكا باه ينجحوا هما تاني في التشارك. هنا نشوفوا عاود حبه واحده اخرى معاكم. نحل العجينه نحلوها رقيقه قلت لكم باه يجيكم التشارك تاعكم مورق. نحط لافاخس ونبلع عليها، نبلع مليح، ودائما الاطراف نخليهم رقاق وفي الوسط نديرها بومبي. بعد نحط الحبه تاع التشارك داخل المول كما راكم تشوفوا، نسقمها ونخليها. هنايا انا خليتها باتت لاباط تاعي ولا التشارك خليتها بات ليله كامله. من بعد هنايا نتقبه بالكيردون وندخله يطيب على 180 نار تكون متوسطه حتى تشوفوا هذاك اللون الذهبي الفاتح يطيب لكم غايه. نخرجه ونخليه يبرد، وخليته بات ما سكرتهش في داك النهار، خليته بات برد غايه كيما نقولوا احنا يشرب هذاك ليدام تاعه سمحوا لي عاد باه نسكروه. هنا شوفوا التشارك تاعنا كيفاش يطيب لنا. قلت لكم يطيب لكم على حبه، يطيب لكم بهذا اللون. خليته بات ليله كامله برد على غردو. ونروحوا دروك نديروا التسكار. هذه الوصفه تاع التسكار من وصفات الورشات. هنا عندنا 2 مغارف كبار تاع الفارينه مع 2 مغارف كبار تاع سكر كلاص. بهذه الخلطه تشارك المسكر تاعك يقعد لك 15 يوم ما يديرلكش هذيك القشره اليابسه تاع التسكار. من بعد هنا نبقى نزيد في الماء زهر غير بالعقل وراني نخلط حتى يولي لي الخليط ثقيل، ما يجينيش الخليط جاري، يجيني ثقيل كيما الكريمه. شوفوا هنايا نبقى نخلط فيه. دوك نوري لكم القوام اللي نوصلوا ليه. نخلطوا كل شيء مليح مليح بما يبقاوش كيما تعرفوا الفارينه دير هذوك الكويرات. وشوفوا هنا القوام اللي تتحصلوا عليه هذا هو. دروك شا ندير؟ نروح نجيب بانسو. وقبل ما نجيب البانسو عندي هنا سكر كلاص. دائما اختاروا للتسكر والكلاصاج اختاروا سكر كلاص يكون كاليتي شابه. هنا ديت انا سكر كلاص تاع نونوخس اللي يجي رطب ويجي خفيف، ما تستحقوش تصفوه. نديره في ريسيبيون ولا قصعه ولا باسينه تكون كبيره. مهم ما ديروش هذيك الضربات تاع اللي ديروه في الساشي باسكو يتكسر لاباط هذه تجي هشيشه. سر واحد اخر باه يجيكم التشارك تاعكم بنين وداك التسكر يجي الريحه تاعه زينه. هنايا درت في السكر كلاص درت مغرف تاع لافاني نخلطها ونخليه على جهه. نجيب الحبه تاع التشارك تاعي ونمسحها كامل بالبانسو بهذيك الخلطه اللي كنا درناها. شوفوا هنايا درت انا غير الوجه ما درتش الحبه من تحت. تبغوا نتوما تمسحوها كامل مسحوها. انا ما نبغيش التشارك مسكر اللي يكون رافد السكر بزاف.
وهنا تبقى أدواق. شوفوا هنايا نمسح كامل الحبة تاع التشارك تاعي بهذاك الخليط هكا ونحطها فوق بابي ابسوربون. المهم هنا نمسحوه مليح. من بعد نجيب هنايا البابي ونجي نقلع كامل هذاك الزائد تاع هذيك الخلطة اللي درناه ونحطه داخل السكر ونغطي عليه ونخليه في السكر واحد 10 مينوت هكاك باه يرفد لنا السكر ويتغطى لنا مليح. شوفوا هكا. وني قلت لكم ما ديروهش في الساشي لخاطرش يتكسر لكم لاباط ديجا راهي هشيشه وتتكسر بالخف. هنا بعد لي غطيت كامل هذاك السكر غلاس كيما راكم تشوفوا ولا التشارك تاعنا بسكر غلاس. دروك نروح نشوف الحبات تاعنا كيفاش تسكروا. شوفوا هنايا نجي نقلع كاع هذاك الفائض هكا تاع السكر. قلت لكم انا ما بغيتش ندير كاع الحبه نمسحها بهذيك الخلطه ما تجينيش رافده السكر بزاف. ومن بعد بالصفايه نرش من الفوق هكا. وشوفوا التشارك تاعنا كيفاش يجي حبه متحوفه واقفه مسكره كما ينبغي. ان شاء الله تجربوها وتردوا لي خبر في التعليقات باذن الله. انا هنا غادي نكمل ونخليه ينشف. وهذا هو التشارك تاعنا راه واجد. شوفوا لاباط تجي طريه وبنينه. الحشو يجي معسل حتى للقلب ما يبسلكمش في الكوشه يجيكم معسل ما شاء الله. وهذاك التسكار بهذيك الخلطه اللي عطيتها لكم يقعد لكم قلت لكم حتى 15 يوم التسكار تاعكم ما يديش هذيك القشره. وشوفوا هنا قسمت لكم الحبه. شوفوا راهي لها يعني امامكم الطريه والذوب في الفم. وشوفوا هنايا هذيك الحشوه تاع الكاوكاو كيفاش تجي معسله. اذا عجبتكم لا فيديو تاعنا اليوم ما تنسوش تخلونا جيم لا فيديو بارطاج وابوني في القناة إذا كنتي أول مرة تشوفي قناتي. نقولكم سلام وإلى الملتقى.